اهلا بيكم. في الورك شوب ديت هنبدا ان احنا نشتغل على انتيريور كامل من فايل اوتوكاد. لو جالك فايل اوتوكاد كده ما تجيبوش على بعضه، لا، خد الفراغ اللي انت عايزه بس، وابدا ان انت خد منه نسخه، وابدا ان انت انقله في فايل تاني ونضفه. يعني مثلا انا نقلت الفراغ دوت، ده الفراغ اللي انا هبدا اشتغل عليه، وعايز ادخل الفراغ ده جوه 3 دي ماكس. فاحنا اتفقنا ان في حاجات معينه ببقى محتاج انها تدخل معايا جوه 3 دي ماكس، وحاجات لا. الفرنيتشرز مثلا دي كلها مش هحتاج ان انا ادخلها. ممكن لو انت حابب ان انت تاخد نسخه منه بس عشان يبقى عندك as a reference، هاخد نسخه واروح لفايل جديد، وهبدا ان انا اعمل بيست هنا، وامسح الحاجات اللي هي مش هتفيدني جوه الماكس. يعني انا مش هيفيدني انديكيشن الشبابيك ولا انديكيشن الفرنيتشرز اللي موجوده دي كلها. انا كل اللي محتاجه دلوقتي الحوايط والشبابيك والابواب. فبالنسبه لي هروح اكرييت لاير سيستم، وهسمي اللاير سيستم دوت، هقول له نيو لاير، وهسميه ماكس داش وال مثلا، ماكس داش دور، وبعدين واحد تاني هنسميه ماكس داش ويندو، وبعدين واحد تاني ماكس داش سلاب عشان اعمل الارضيه بتاعتي، وبعدين ممكن نعمل لايرز للكولوم او نخليها ضمن الوالز، مش هتفرق معايا كتير. كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا ادي كلر للحاجات ديت. يعني الوال مثلا تاخد درجه لون معينه علشان ابقى عارف ان دي الوال لما هتدخل عندي جوه 3 دي ماكس. نفس الكلام الويندو هياخد درجه لون، الدورز هتاخد، السلاب هياخد درجه لون، اوكي، وبعدين الدورز درجه لون تانية. اوكي، هنقف نعمل اكتيفيشن للوال، وهنعمل باوندري لللاير دي هنا وهنا. دي الحيطان اللي موجودة عندي. وبعدين انا عندي ويندو، فالويندو ده موجود، هعمل ريكتانجل من هنا لهنا بلون الويندو، وهروح اجيب الدور وهعمل ريكتانجل عشان اعمل العتب او السيل هايت بتاع الدور، وبعدين السلاب هعمل باوندري في الاخر بعد ما خلصت كل الحاجات ديت عشان اعمل الارضية اللي هتكفر الكلام ده كله. ممكن ان انت تحتاج انك على لاير تانية مثلا زي لاير دي فاضية، هروح ارسم ريكتانجل. ممكن نسمي بس اللاير دي من لاير properties، رحت على لاير 2 ده وغيرت اسمها، سميها max dash ceiling، ودي علشان اعمل الريكتانجل الداخلي اللي هيقفل السيلينج من اوله لاخره وملوش دعوه بالعمدان دي. ولو حبيت ان انا اشتغل عليه جوه 3 دي ماكس فهشتغل عليه. كده انا ظبطت الفايل بتاعي، هعمل له سيف في اي مكان انا هبدا اشتغل عليه. وليكن مثلا انا هشتغل على الديسكتوب هنا في نيو فولدر، وهنسميه interior workshop، وهقول 01. ده كده فايل الاوتوكاد بتاعي. هندخل على 3 دي ماكس. زي ما احنا متعودين في 3 دي ماكس انا ببقى محتاج اول حاجه اعملها اليونتس، فبروح لليونت سيت اب وهختار السيستم يونت بالسنتيمتر ان انا هشتغل انتيريور، وده مترز. ومن فايل هبدا ان انا اعمل امبورت وهختار الفايل بتاعي، وليكن احنا قلنا انتيريور workshop هو ده. اهم حاجه ان انا هنا انا شغال في الكاد بالمتر، فهختار هنا مترز، ودي نختارها لايرز، ونختار بس اللايرز اللي احنا مكتوب جنبيها ماكس دي عشان ده الانديكيشن بتاع الحاجات اللايرز اللي احنا دخلناها. هقول له اوكي، فكده دخل لي اللايرز بتاعت الماكس. هبدا ان انا اخد الارتفاع بتاع الدور اللي انا عارفه اللي هو 3 متر 10، فهقول له 3.1. وبعدين على الباب بتاعي المفروض على ارتفاع 2.2، فهاخد بعد كده extrusion للجزء ده 0.9 عشان يقفل معايا. هنا برضو انا محتاج الارتفاع بتاع الشباك من جوه، فهيكون متر 10. وبعدين هاخد السيل هايت او الارتفاع اللي فوق ده هيكون برضو على 2.2، وده 90.
90 بس ده ممكن ان انا اقلله شوية. لا اوكي هخليه متر 10. ممكن ده ازوده شوية لو انا حاسس ان انا هشتغل على شباك اوسع من كده، فممكن ان انا اعلي العتب شوية. اوكي يعني هخلي العتب حاجة صغيرة خالص، انا محتاج الشباك يبقى واسع عندي، فخلينا مثلا نقول 2.7 ونقلل القيمة اللي موجودة هنا لحد ما توصل ل 0.4. اوكي دان كده. انا همسك السلاب بعد كده، ندوس شيفت جي عشان اخفي 3D، وبعدين هعمل اكسترود 0.1 كده. انا وصلت للأرضية بتاعتي. الأرضية دي أنا ممكن بعد كده laterly لو أنا هعملها بفلور جنريتور أحولها على طول directly من غير extrusion، أقوم دايس رايت كليك عليها وأقول له convert to edit poly، فكده خلاص اتحولت عندي لشيب مقفول. ممكن حتى أمسك الإيدج ده ساعتها مع الإيدج ده أتحرك بيهم كده لبره شوية. It's okay. اوكي انا سحبتهم بس جزء لبره سنه كده علشان يبقوا عاملين كفرج للجزء بتاع الباب اللي موجود هنا، ما يبقاش فيه مشكله. اوكي هاخد بعد كده ده السيلينج، المفروض انه هيطلع لفوق عشان يقفل السيلينج، بس انا مش هقفله دلوقتي علشان اعرف ان انا اشتغل بصوره سهله جوه السين. اخر حاجه في الجزء ده، لو انا حبيت احط موديفاير فلور جنريتور على الارضيه عشان اعمل الارضيه بتاعتي بالخشب، فهقول له فلور جنريتور وهقول له والله انا عايز ده يبقى متر في 0.2 بحيث ان هو يديني الريزلت دي. وممكن الغي منه البافل، قيمه البافل اللي موجوده ديت، واقلل الجرات لينث بحيث ان هما يبقوا مظبوطين بالشكل دوت. It's okay. وبعدين ممكن نزود سنة صغيرة في الماكسيموم تلت، يعني تعديل صغير خالص بحيث ان هو يحسسني بتفاصيل صغيرة للخشب اللي محطوط على الأرض. It's okay. لما نحط الماتيريالز الدنيا هتبقى ظاهرة بصورة أوضح من كده. Perfect. أنا كده بالنسبة لي خلصت مرحلة الموديلنج الأساسية للحوايط بتاعتي. هنبدأ إن احنا نرص الفرنيتشرز بتاعتنا بصورة سريعة جدا.